هو ليه لازم الطفل يشرب لبن؟ اشمعنى مش اي حاجة تانية؟ طب ايه اللي هيحصل لو شربت كل يوم كوباية لبن؟ هتنفعني ولا تضرني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. جاي ادردش معاك شوية عن بعض فوائد اللبن النهاردة. اولا، هو ليه لازم الطفل يشرب لبن؟ بص، خلينا متفقين ان فوائد اللبن كتير. اولا، منها تقوية مناعة الطفل، وده يرجع بسبب الفيتامينات الكتير الموجودة في اللبن، منها فيتامين A و B12 وبعض المعادن زي الزنك، وده بيرفع مناعة الطفل ضد الأمراض. كمان بيساعد في نمو الطفل، وده بسبب البروتينات الموجودة في اللبن. كمان يا صديقي، اللبن بيحتوي على مادة التريبتوفان، ودي مادة بتعمل على تحسين المزاج واسترخاء الجسم والنوم المريح. واتعمل دراسات على بعض الأفراد استمروا في استخدام مكملات التريبتوفان لمدة 3 أسابيع، حيث وجدوا في النتيجة إن فترة نومهم بقت أطول، كذلك عدد مرات استيقاظهم في الليل كانت أقل، كذلك كانوا بيناموا بشكل أسرع. وده بسبب ان التريبتوفان حمض اميني بيستخدمه الجسم عشان يصنع هرمون السيروتونين، وده هرمون السعاده ومضاد للاكتئاب. بعد كده الجسم ده بيحول السيروتونين ده الى الميلاتونين، والميلاتونين ده المسؤول عن تنظيم فترات النوم او تنظيم نومك بشكل عام. عشان كده لو لاحظت هتلاقي ان الطفل بينام اكتر من الشخص العادي. طب ايه اللي هيحصل لجسمي لو شربت كل يوم كوبايه لبن؟ بص، مش عارف اجيبها لك ازاي يا صديقي، بس لو انت شخص عاوز تخس فاللبن بيحتوي على البروتين الحيواني، بيحسسك بالشبع، وده يساعدك في بناء الكتلة العضلية والتحكم في وزن الجسم بشكل طبيعي وصحي. غير كده اللبن مصدر ممتاز جدا للكالسيوم، يعني عظام قوية وأسنان من حديد، وبيمنع من هشاشة العظام. برضو اللبن بيحتوي على الفيتامينات الكتير، مجمعينها في كلمة كده اسمها إيديك، فيتامين A وكي وإي ودي. وبعد كل المميزات ده يا صديقي، حابب اقول لك ان الحلو ما بيكملش. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان اللبن فقير في محتواه من عنصر الحديد، كذلك فيتامين سي. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل التمر ويشرب اللبن، وده بسبب ان التمر مصدر ممتاز جدا للحديد. عشان كده اللبن يسمى غذاء شبه كامل. هتسألني وتقول لي طيب انا واحد من الناس لما بشرب اللبن بيجيلي انتفاخ ومغص في بطني، طب السبب ايه؟ ما نسيتكش يا صاحبي، سايب لك في الوصف رابط لفيديو يشرح لك الفرق بين حساسية اللبن وعدم القدرة على تحمل لاكتوز انتولرانس، وايه الحل المثالي عشان تشرب اللبن بشكل طبيعي. الخلاصة يا صديقي، اللبن مش مجرد مشروب عادي، ده وجبة شبه متكاملة في كوب واحد. حافظ عليها عشان صحتك، وفي النهاية متنساش تصلي على النبي. سلام.